أغاني وعباني. حلقة اليوم إعداد محمد جلال. السادة مستمعي برنامج أغاني وعجباني، أهلا بيكم معانا. يا رب أكون ضيف خفيف عليكم، ويا رب الأغاني اللي أنا أختارها لكم النهاردة بتعجبكم وتسري من ذوقكم العام. الكاتب المسرحي ماجد عبده. الأغنية الأولانية اللي أنا اخترتها لكم أغنية 3 سلامات، كلمات الرائع مرسي جميل عزيز وغناء الفنان الكبير محمد قنديل. الحقيقة الأغنية دي دايما كل ما بسمعها فيها مزيج من الرومانسية، على فيها طبعا محمد قنديل عطاها بصوته الجميل الشعبي، عطاها الجو الشعبي، ومش عارف ليه انا يعني حسيت ان هي قريبة من الغنى الشعبي الرومانسي. الأغنية حتى فيها كمان مجموعة من الجمل والعبارات الرقيقة جدا، واللي بتعبر فعلا عن الغزل في الشارع وفي الحارة المصرية. بيقول محمد قنديل في حتة كده منها: عيونه سود وأقول مش سود، وكأنه بيحاول يحير الناس عشان خاطر ما يعرفوش، وده هو الخجل في الغزل اللي كان موجود في الشارع المصري في الوقت ده. أرجو إنها تعجبكم. عرفت الوحدة ايه هي وايه ايامي في بعادك، وشفتك هانت الدنيا ولا فكرت في عتابك. عرفت الوحدة ايه هي وايه ايامي في بعادك، وشفتك هانت الدنيا ولا فكرت في عتابك. عرفت الوحدة ايه هي وايه ايامي في بعادك، وشفتك هانت الدنيا ولا فكرت في عتابك. عرفت الوحدة ايه هي وايه ايامي في بعادك، وشفتك هانت الدنيا ولا فكرت في عتابك. وعدتك ليه وانا بحبك، واقول لك ايه وانا بحبك. وعدتك ليه وانا بحبك، واقول لك ايه وانا بحبك. يا مال الدنيا بعديا، يا مال الدنيا بعديا، سلامات وشوية 3 سلامات. الأغنية اللي اخترتها لكم كمان دلوقتي هي أغنية في يوم وليلة الفنانة الكبيرة وردة. في يوم وليلة لها ذكرى شخصية معايا أنا،
بحس دايما ان الجمله الاولانيه اللي بتبدا بيها الفنانه ورده، في يوم وليله دقنا حلاوه الحب كله، اقعد دايما افكر اقول طب في يوم وليله، طب الليله انتهت، طب ايه خلاص كده مفيش حب تاني؟ فلما قعدت اتامل في كلمات الاغنيه وباقي كلمات الاغنيه طبعا كلماتها روعه، لقيت ان لا، ان فعلا وجهه النظر ان اعلى درجات الحب بتبتدي في الليل، يعني دايما بتبقى مرتبطه بالليل، فيعلى قوي 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 الجو الرومانسي. مش معنى كده ان دي النهايه، ده معنى كده هي تقصد ان دي هي البدايه، ان في يوم وليله في اول يوم هم التقوا فيه، وفي الليله اللي هي تعتبر اعلى درجات الرومانسيه فيها بدات قصه حب جميله كملت وعاشت واستمرت، وعشان كده كانت في يوم وليله هي دي البدايه. في يوم وليلة، يوم وليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. أنا وحبيبي، أنا وحبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. من الاغاني اللي انا بعشقها واللي ورثت عشقها عن والدي اغنيه كليوباترا. كليوباترا كل ما بسمعها بفتكر والدي. هي طبعا كلمات الشاعر الكبير علي محمود طه، والحان الاستاذ محمد عبد الوهاب وغنائه طبعا. كليوباترا كنت دايما اسمع والدي بيسمعها، وكنت كل ما اسمعه بيسمعها استغرب. الاغنيه قصيده دسمه جدا جدا، وكنت دايما اقعد افكر القصيده اللي كلماتها في منتهى الدسم دي ممكن تتلحن ازاي. لكن طبعا الرائع محمد عبد الوهاب يقدر يلحن اي كلام حتى لو كان كلام جرايد. احب ان انتوا تستمتعوا معايا باغنيه كليوباترا واهديها لوالدي. كليوباترا أي حلم إلا ليك الحساني. دلوقتي بقى لازم يكون حسن الختام بالاستاذ الكبير اللي انا شخصيا بحبه وتاثرت بيه في الكتابه المسرحيه، وتاثرت بيه في كتابه المونولوج، واثرى ذوقي انا الشخصي في كتابه الاغاني. حد كتب 300 اغنيه، بل اكثر من 300 اغنيه، هو الشاعر الكبير والكاتب المسرحي الكبير الاستاذ ابو السعود الابياري رحمه الله عليه. كتب اغنيه من الاغنيات الرائعه للاستاذ عبد الغني السيد، هي يا ولا يا ولا. الاغنيه دي بقى بالتحديد هي اغنيه الحاره المصريه. ازاي الغزل كان في الحاره المصريه، العباره يا ولا. كلمه يا ولا دي مين اللي بيقولها؟ كلمه يا ولا دي ما اتقالتش غير في الحاره المصريه، ومش ممكن تتقال في اي مكان سواء كان عربي او غير عربي. كلمه يا ولا دي كلمه كانها ختم الشارع او الحاره المصريه، هي كلمه يا ولا يا ولا. والغزل الرقيق المحترم اللي بيعبر عن الحاره المصريه وكانها علامه تجاريه باسم ابو السعود الابياري. استمتعوا معايا بولا يا ولا. يا ولا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا ولا. ودلوقتي اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا بالحلقه، واتمنى ان انا ابقى موجود معاكم مره تانية. الكاتب المسرحي ماجد عبده.